أفضل 3 مشروبات طبيعية للتخلص من التهابات الأعصاب وآلام الأعصاب والأعراض المزعجة زي الوغز والتنميل والشكشكة وإحساس المسامير ده اللي بيجي في الإيدين أو الرجلين. أول مشروب عندنا وهو مشروب بذور الشيا. بذور الشيا مصدر طبيعي غني جدا بالأوميجا 3، يعني معلقة صغيرة في اليوم تديك احتياجك من الأوميجا 3. في نفس الوقت هي فيها تركيز عالي جدا من المغنيسيوم المهم جدا إن هو يقلل الألم العصبي ويقلل الالتهابات العصبية. بنستهلكها إزاي؟ معلقة كبيرة ممسوحة من بذور الشيا بنحطها على الميه وبنقلبها ونستنى لحد ما تطلع الجيلي بتاعها، وبناخدها 4 أو 5 مرات في الاسبوع. دي اول حاجه معانا. اهم حاجه ان انا اشرب معاها ميه كتير. ثانيا هي ليها مميزات تانية، ان هي طبعا مضاد اكسده قوي. كميه الاوميجا 3 اللي فيها دي هي بتديني احتياجي كمضاد التهاب، يقلل التهابات الاعصاب. في نفس الوقت هي غنيه جدا بمضادات الاكسده اللي بتحمي الاعصاب من الشوارد الحره اللي بتعمل تلف والتهابات في الاعصاب. تاني مشروب معانا وهو مشروب بيحل عندي مشكلتين. جزء كبير من الام والتهابات الاعصاب بيكون سببه قله وصول الدم اللي واصل عندي للاعصاب. الدم اللي واصل للاعصاب بيقل ليه؟ الدوره الدمويه عندي حركتها بدات تبقى قليله، لان انا حركتي قليله تماما، مش بتحرك كتير، فنشاط الدوره الدمويه في الاطراف بدا يقل. فالدم اللي بيغذي العصب، احنا كل عصب عندنا بيبقى ماشي كده مع الاوعيه الدمويه بتاعته. الاوعيه الدمويه دي بتغذيه، بتديله الغذاء، الفيتامينات والمكملات والعناصر المهمه اللي انت بتاخدها في اكلك. الاعصاب محتاجاها عشان تشتغل كويس، انت بتمنعها عنه. ده اول سبب. مفيش دم، مفيش غذاء كافي، او ان انا عديت ال 40، فبالطبيعي ان حركه الدوره الدمويه بتبدا عندي ان هي تقل، او ان في اختناق، يعني العصب نفسه مختنق بسبب ان في فقرات معينه او اوتار معينه فيها مشاكل عندي. فلازم في علاج الاعصاب يكون في حاجه بتنشط الدوره الدمويه وفي نفس الوقت تقوي الاعصاب. المشروب اللي يعمل كده هو مشروب طبيعي بنحضره بمكونين. غير قدرته في جزئيه الاعصاب، هو كمان بينشط الذاكره والتركيز وبيحسن اداء المخ وبيحمي من الزهايمر. هو بيقوي الاعصاب بتاعه الجسم بشكل عام. المشروب ده عباره عن ان انا بجيب اول حاجه عندنا هي الجينكو بلوبا، ودي اللي بتنشط عندي الدوره الدمويه لان هي غنيه بالفلافونيد والتربينويد. بجيب منها لا اما الورق المجفف اخد منه من 3 ل 5 ورقات، او المطحون بتاعها اخد منه معلقه صغيره ممسوحه، وبضيف عليه المكون الثاني وهو الجينسينج، وده بقى اللي بيقوي الاعصاب وفي نفس الوقت بينشط الدوره الدمويه وبيزود الباور. ده بناخد منه جرام واحد بس. البودره بتاعته بتبقى موجوده عند اي عطار، تاخد منه جرام واحد بس، وبتضيف الاثنين مع بعض في اي كوبايه عندك، وتحط عليهم ميه مغليه زي ما بتحضر الشاي، وتسيبهم يتنقعوا 10 دقائق ربع ساعه. بعد كده بتشربهم مره يوميا بعد الفطار. ممنوع تحت ال 18 سنه، ممنوع لاي حد عنده مشاكل في القلب او الضغط، وكمان ممنوع للناس اللي بتاخد ادويه مميعه للدم او بتزود سيوله الدم زي الورفارين او الحاجات اللي زيه. المشروب ده رائع وهتشوفوا معاه فرق في وقت قليل جدا، مثبت علميا فعاليته الرهيبه في جزئيه الام الاعصاب والتهابات الاعصاب. ايه تالت مشروب معايا؟ المشروب ده اتعمل عليه دراسه ان هو فعال جدا في الام الاعصاب. الدراسه دي معموله على الناس بالظبط اللي عندها عرق النسا او عرق النسا، كان فرق معاهم جدا في اسبوعين في الدراسه دي. المشروب ده هو اللبان الدكر. لبان الدكر فكرته زي ما بقول لكم دايما ان هو مضاد التهاب قوي جدا جدا جدا، سحر يعني. برضه بيتباع عند اي عطار وسعره بسيط. معلقه صغيره منه على ميه مغليه، انقعها، وبعد كده لحد ما تعمل كده زي كوبايه لونها يعني مشروب ابيض، وحليه بالطريقه اللي انت عايزها او ضيف عليها اي حاجه واشربه. بيظبط الاشارات بتاعه الالتهاب اللي بتروح للاعصاب، اللي بتسبب اصلا التهاب الاعصاب، اللي هي الانترليوكينز والتي ان اف الفا والحاجات دي كلها. ففعلا بيفرق جدا جدا. والبيبر اللي اتعملت عليه كانت كويسه قوي في جزئيه عرق النسا، ان هو فعلا قلل الالم في فتره صغيره بسبب تظبيط الالتهاب زي ما قلت لكم. وبس كده، جربوا ال3 مشروبات دول هيفرقوا معاكم جدا. اتمنى يكون الفيديو افادكم.